الساعة دلوقتي 5:45 وده ميعاد سحور، فأنا بكرة شغال فلازم أتسحر حاجة كده كويسة علشان تخليني أعرف أكمل اليوم بتاعي بكرة من غير جوع ولا عطش. فهو ده أنا بتسحره. فده عبارة عن موز وفراولة وتفاح وزبادي وشوفان، حاجة كده شبه كريم السادة اللي كان بيعملها، فأنا قلت أجربها والصراحة يعني ما بتخلينيش أجوع غير في آخر ساعتين. فأنا دلوقتي محتاج أتسحر علشان فاضل حوالي ربع ساعة على الفجر. دلوقتي وقت الفجر، فأنا هدخل أتوضى وأصلي، ومفروض إن أنا شغال، فأنا هصحى الساعة 7:30 لو عرفت أنام كويس يعني. الجو النهاردة مشمس وجميل، وانا دلوقتي رايح الشغل ومتأخر كمان. الشغل بتاعي بيبدأ الساعة حوالي 9:30. انا كل يوم المفروض بتحرك من هنا الساعة 8:10 حاجة زي كده، بس النهاردة اتأخرت. لسه واصل دلوقتي، يا دوبك ركنت العربية ولسه نازل الشارع، مفيش حد في الشارع خالص. الدنيا النهاردة فاضية، علشان كده وصلت بدري. لو كان يوم عادي كنت هوصل متأخر، بس حرفيا الطريق فاضي خالص النهاردة. معلقين زينة رمضان، طبعا بهزر، دي مش زينة رمضان، انا معرفش ايه ده، بس النهاردة تقريبا في بنك هوليداي، وتقريبا حاجة تبع الايستر، حاجة زي كده، مش عارف هو عيد الفصح ولا شم النسيم، بس في مناسبة يعني النهاردة. فانا هدخل الشغل دلوقتي، هقعد شوية لغاية ما الشفت بتاعي يبدأ. فأشوفكوا في البريك. في البريك كده هطلع اقعد ساعة، فأشوفكوا في البريك. هنقعد هنا اهو قدام الترعة دي، والله مش عارف ترعة ولا نهر ولا ايه، بس هي شكلها يعني زي الترعة. انا لسه اخد البريك بتاعي دلوقتي. انا في العادة اصلا ما بطلعش، بفضل قاعد في الأوضة اللي هي بتاعت الناس اللي شغالة هناك، اللي هي الستاف روم. في كنبة هناك، فبمدد عليها ساعة بريك كلها، ببقى قاعد على الكنبة ما بعملش اي حاجة، بس عشان هنعمل فيديو كده فقلت اجي اخرج بره شوية، اطلع اتمشى ولا حاجة. الترعة دي فيها سمك، في سمك بينط في المية. فحاجة من الحاجات اللي انا مش بحبها في رمضان في انجلترا برضو، هي ان انت حاسس ان انت بتصوم لوحدك. الناس كلها في القهاوي وفي المطاعم بتاكل وبتاع، والناس كلها بره، مش بتحس برمضان زي ما انت بتحسه في مصر او في اي بلد عربية عامة. فهنا رمضان ملوش طعم خالص. احساس رمضان هنا كاحساس شخص بيصوم اثنين وخميس في الايام العاديه، فما فيش اي احساس بالصيام، انت شخص بس بتصوم، بس ما فيش احساس بان ده ان انت في رمضان وان في فرحه وبتاع. انت لا، انت عادي، ما فيش اي حاجه، حتى ما فيش لهفه ان انت مستني العيد يعني عادي. انا تقريبا ما صليتش عيد هنا خالص، عمري ما صليت العيد هنا في انجلترا. هو ده المكان اللي انا كنت قاعد عنده، من الاماكن الجميله في المدينه دي. طبعا دي مش ساوثهامبتون، دي مدينه تانية هبقى اعمل عنها فيديو في يوم تاني ومره تانية يعني بعد رمضان بقى. بس في كميه ناموس، مش عارف انتوا شايفين ولا لا، بس في كميه ناموس غبيه. فانا دلوقتي رايح الشغل، راجع خلاص، فاضل لي حوالي بتاع تلت ساعه، المفروض ارجع دلوقتي. حاجه برضو من الحاجات اللي انا نسيت اقولها، ان هنا مفيش عزومات رمضان اللي احنا متعودين عليها في مصر. فاحنا عملنا في اول يوم رمضان عملنا عزومه، ونزلت الفيديو لما اتفرجتش عليه ادخل اتفرج عليه، والنهارده دي تاني عزومه ليا، بس مفيش عزومات تانية بقى كده. حلوه قوي. فاشوفكم بقى لما اخلص شغل. خلصت شغل وحاليا رايح محطة القطر، راح اجيب مراتي الاول، وبعد كده هتيجي معايا عشان نروح العزومة اللي هي في مدينة تانية اصلا غير المدينة اللي انا ساكن فيها. والساعة حوالي دلوقتي 6:15، يعني ممكن ناخد ساعة في الطريق ولا حاجة. احنا وصلنا دلوقتي، لسه واصلين. فانا هدخل دلوقتي البيت، مش عارف اصور اي حاجة،
فاشوفكم بكرة ان شاء الله. اليوم النهارده حلو والشمس طالعة، فمدة الصيام مش هي المشكلة الصعبة قوي هنا في انجلترا. الحاجة اللي انا بعاني منها هنا هي مدة الفطار بتاعتك. فانت بتصوم حوالي 15 ساعة، انت بتفطر الساعة 8، فانت معاك حوالي كام ساعة انك تفطر فيهم وتحلي فيهم وتشرب فيهم وتعمل كل حاجة انت عايزها في الكام ساعة دول، عشان انت عايز تدخل تنام عشان تصحى بكرة بدري وفايق للشغل. وهي دي بقى الحاجة الصعبة جدا بالنسبة لي في رمضان. أنا بصحى للشغل حوالي الساعة 7:30، فعلشان أعرف أصحى للشغل فايق ببقى لازم إن أنا أنام الساعة حوالي 10:30 بالكتير أوي، والفطار الساعة 8. فأنا حرفيا معايا 2.5 ساعة أفطر فيهم وأعمل فيهم كل اللي أنا عايزه علشان أعرف أنام وأصحى للفجر. بصحى طبعا حوالي نص ساعة قبل الفجر، بتسحر فيهم وبصلي الفجر و5 دقايق وبنام، ولو عرفت انام اصلا. غير كده كمان رمضان السنة دي جاي اسهل من السنين اللي فاتت. يعني احنا السنة دي بنصوم 15 ساعة، السنين اللي فاتت كنا بنصوم اكتر من كده. اول رمضان ليا في انجلترا كان في ايام كنت بتسحر فيها الساعة 3 ويمكن قبل الساعة 3، وكنت بفطر الساعة 9:30. مدة الصيام هنا بتبقى طويلة جدا في الصيف، ففي الشتاء أو قرب الشتاء بيبقى اليوم قصير وبيبقى يعني عدد الساعات مش كتير يعني. فالحمد لله إن السنة دي جاي سهل شوية. بس والله مدة الصيام أصلا مش هتفرق، يعني أنت لو بتصوم 12 ساعة زي اللي بيصوم 14 ولا 15 أو 18 ساعة مش بتحس بيها، لان انت بتبقى مجهز نفسك. غير كده بيبقى اول يوم صعب، تاني يوم صعب، بس التالت يوم بيبقى اسهل شوية، بعد كده بتتعود. ومدة الصيام دي ما بتبقاش مشكلة بالنسبة لك. او جايين نجيب شوية كنافة عشان نعملوا كنافة في البيت. هنا بقى في شوية حلويات، عايزين نجيب شوية. عايزين بلح الشام. رحنا اشترينا شويه حاجات من بره، شويه حلويات علشان رمضان طبعا. فتعالوا اوريكم جبنا ايه. اول حاجه معانا هي بلح الشام. جبت شويه حاجات من دول، والله العظيم ما عارف اسمهم ايه بس شكلهم حلو يعني، فجبت شويه. مش عارف اسمها ايه الصراحه، برضو لقيتها شكلها حلو قلت اجيبها. ده جلاش او بقلاوه بيسموها هنا بقلاوه، واحده بالشوكولاته والتانية بالفستق. وجبت برضو كنافة نية، دي كنافة نية علشان اعمل كنافة. فاصعب حاجة في رمضان هي ان انت بتبقى حاسس ان انت بتصوم لوحدك، مفيش اي احساس برمضان خالص. فانت هنا بتحاول انك انت تصنع رمضانك بنفسك، او حتى العيد، ان هنا مفيش حد يحتفل بالمناسبة بتاعتك. فمثلا انت بتحاول انك تجيب زينة شبه الزينة اللي معلقة فوق، تعمل شوية حلويات رمضان، تعمل اي حاجة انك تحسس نفسك ان انت في رمضان. والصراحة يعني الواحد مشتاق لرمضان في مصر، المسحراتي وبتاع الكنافة وعزومات مصر وكل حاجة. الواحد والله كان نفسه ينزل يقضي رمضان في مصر، بس طبعا مفيش فرصة، والواحد هيضطر انه يقعد هنا في البلد الكئيبة دي. فالمهم الساعة دلوقتي حوالي 5:24 دقيقة، والمغرب بيدن الساعة 7:53، يعني بالظبط فاضل 2:27، 2.5 ساعة. والواحد يقدر في 2.5 ساعة دول يحضر الفطار بتاعه. الحاجة بقى الوحيدة ودي تعتبر أصعب حاجة بالنسبة لي، اللي هنا مفيش صوبيا. أنا نفسي في صوبيا، أنا ماليش في الخروب قوي، والعصار التانية دي برضو ماليش فيها قد كده. فاحنا تقريبا هنضطر نعمل صوبيا هنا في البيت. فمراتي بتشوف المكونات بتاعتها ايه وبتحاول تعملها، فيلا بينا. محتاجين ان احنا نجهز شوية بطاطس محمرة للفطار. في اكل طبعا بايت من امبارح فهناكلوه، وهناكله معاه شوية بطاطس محمرة كده. فمحتاج ان انا اقطع الحاجات دي دلوقتي. فاحنا دلوقتي لازم نفطر. فبسم الله. ده عيش بلدي بعمله انا هنا في البيت، والفطار النهاردة شوية كبدة اسكندراني. الواحد فطر وريحت خالص. المفروض هقعد شوية بقى انا دلوقتي احلي. عايز اكل واحدة من بلح الشام ده، طعمه حلو بس الواحد مش قادر.
مفيش مكان حرفيا يعني. فانا المفروض دلوقتي هقعد شويه اتفرج على التلفزيون. في حاجه وحيده انا متابعها على التلفزيون هو مسلسل الكبير. انا ومراتي متابعين المسلسل فيه ترجمه بالانجليزي على شاهد. فمراتي اتفرجت على الجزء السادس وعجبها وبنتفرج على الجزء السابع. هو ده تقريبا العمل الوحيد اللي انا بتفرج عليه. بتفرج على حلقه وبطلع انام على طول. فالفيديو بتاعنا خلص على كده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.